النهارده ان شاء الله هعمل لكم طبق جديد، الجلاش المدور بطريقه مختلفه غير الطرق اللي احنا متعودين عليها. تعالوا معايا نبتدي نشوف هنعمل ايه. بسم الله. هنجيب طاسه على النار نحط فيها معلقتين زيت، ننزل ببصلايه كبيره متقطعه، نشوحها كده. تاخد لون ذهبي، بعدين ننزل عليها باللحمه المفرومه. كده البصله بتاعتنا دبلت، هننزل عليها بالمفروم. ده ربع كيلو مفروم. نقلبها، نحط البهارات بتاعتنا، الملح، فلفل الاسمر، وبهارات اللحمه بتاعتنا، نقلبهم مع بعض كويس. تغير لون اللحمه كده، هننزل عليها. عندي جزرتين مبشورين وطماطمتين متقطعين مكعبات صغيره، وقرنين فلفل برضو متقطعين قطع صغيره. كده قلبتهم كويس مع بعض، امتزجوا مع بعض، قعدوا 5 دقايق. مش هسيبهم لغايه ما يتم سواه، نص تسويه، وهنطفي عليه وهنسيبه يبرد العصاج بتاعنا. وهقول لكم بقى تعالوا هنعمل فيها بيضه وعليها ملح وفلفل اسمر وكوبايه لبن. هنضربهم كويس، ومعلقتين زيت، هنضربهم كويس. لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أحدث فيديوهاتي. هنجيب الجلاش بتاعنا طبقتين فوق بعض، هنحط الحشوة بتاعتنا. حشوة بقى زي ما انتوا عايزين تعملوا زي ما انا عاملة ماشي، عايزين تعملوا حشوة بحاجة تانية اللي يريحكم. هنجيب الخليط اللي هو اللبن والبيض والزيت اللي احنا عملناه، هندهن بيه طبقة الجلاش كده من الجناب ومن اخر الحرف. هنجيب الجنب ده كده والجنب ده كده، هنبرم بالراحة عشان ما يتقطمش معانا كده، واحدة واحدة كده بنفس الطريقة. طبعا احنا بنأكد على الحرف ده عشان يلزق مع بعض. هنيجي عاملينها بالشكل ده كده كده كده، بقت عاملة زي شكل الكحكاية. هنجيب صينية مدهونة، هنحطها في صينية مدهونة كده، وهنكمل بقية الجلاش بتاعنا وهندهنه وشه ونحطه في الفرن. هندهن الجلاش كده بعد ما خلصناه بالخلطة اللبن والبيض، ونكونوا مشغلين الفرن. هندخله على درجة حرارة متوسطة ان شاء الله. اوريكم شكله بعد ما يطلع عامل ازاي. ده شكل الجلاش بعد ما طلع من الفرن، طلعناه في طبق التقديم. شايفين شكله من جوه، شكله عامل ازاي، اللون الذهبي. وبالهنا والشفا. عايزه اقول لكم في اكلات كتير مميزه في القناه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا.